بعت المنجوجو جونيور يجيب لي شويه صودا عشان ابلع، اديته الروشته اللي هيجيب بيها. في الاول كان مستغرب لحد ما قلت له ان في سنه 1885 كان في صيدلي اسمه جون بيمبرتون قرر يخترع مشروب جديد وسماه باسمه بيمبرتون فرنش واين كولا. واين اعوذ بالله من غضب الله. ما هو في الاول كان حاطط فين بيه ضربه مع شويه اوراق الكوكا اللي فيها ماده الكوكايين مع جوزة الكولا اللي فيها كافيين، بس ده كده مشروب فيه كل حاجه حرام. المشكله انه كان بيبيعه جوه الصيدليه وكان بيتباع كمشروب صحي معالج للاكتئاب والصداع والام الاعصاب. هوب في سنه 1886 ولايه اتلانتا بدات تعمل حظر للكحول، فجون قرر ان هو يشيل النبيت من التركيبه بتاعته، وده خلاه يطور نسخه جديده خالص خاليه من الكحول. بس تفتكر سماها ايه؟ يمكن كوكاكولا. والتركيبه اصبحت عباره عن اوراق الكوكا واللي كان فيها ساعتها نسبه صغيره من الكوكايين، جوزة الكولا، وسكر وميه فواره اللي هي الصودا، شويه حبشتكنات واللي هي سر الصنعه، وبدا يبيعها في الصيدليه بتاعته كدواء منعش بيساعد على الهضم. وتوفى جون سنه 1888 يعني بعد الاختراع بتاعه بسنتين بس، وكان قبلها بايع حقوق المشروب لمجموعه من رجال الاعمال. وفي سنه 1893 يعني بعد وفاه جون بخمس سنين طلع صيدلي تاني اسمه كاليب برادهام، قاعد في صيدليته نطت في دماغه فكره، قال لك اما انا كمان اعمل لي مشروب. عباره عن ايه يا عم كاليب؟ قال لك يعني نحط عليه جوزة الكوكا مع صودا وفانيليا وشويه حبشتكنات. ايه ده بس ده قريب قوي من مشروب جون. صدق هو وبدا ان هو يبيع المشروب ده برضه على ان هو بيساعد على الهضم. وقعد يفكر اسميه ايه ياض يا كاليب، اسميه ايه ياض يا كاليب. قال لك هو عسر الهضم اسمه ايه؟ انا عارف يا كاليب، بيس بيبسي. خلاص توكلنا على الله، احنا هنسميه بيبسي. سنه 1902 اسس كاليب برادهام شركه بيبسي وسجل العلامه التجاريه سنه 1903 وتوالت بعدها سلسله من الاحداث المأساويه والغير مأساويه لحد ما وصلنا للشكل اللي احنا عليه النهارده، ان تقريبا ما فيش حد على كوكب الارض ما بيشربش الشكل ده من المشروب. يعني كل المبيعات الجباره دي بسبب صيدلي قرر يعمل شوربه في المعمل عنده. تصدق اكتبوا لي في الكومنتات مين بيشربها او بيشرب بدايل ليها.